ايضا الكره البينيه لم تكن بالشكل المتقن من نواف العابد. هنا تعود الكره لعبد الله الزوري. الزوري يحاول يتقدم في الامام مع عبد الله داخل منطقه الجزاء، ما يزال يحتفظ بالكره عبد الله الزوري. ثياغو نيفيز يحاول التسديد والكره في المرمى من نواف. هدف اول للهلال، هدف لصالح الهلال من نواف العابد. جاءت التمريره الاماميه من الناحيه اليسرى لصالح الهلال من نواف من عبد الله الزوري، وتمريره ممتازه. ثياغو نيفيز حاول وضع الكره بشكل جميل ايضا من فوق حارس المرمى. خطف الهدف جاء مهم جدا لصالح الهلال. شوفوا كره عبد الله الزوري وثياغو نيفيز يضع كره تصطدم في عرض المرمى، والاكمال ياتي بشكل ممتاز من نواف العابد ياتي اكمال هذه اللقطه، ونواف كره في المرمى. هدف اول لصالح الهلال، هدف ياتي في الدقيقه 12 من زمن شوط المباراه الثاني. هذه كره نيفيز الاولى جميله جدا، محاوله اسقاط الكره ايضا من فوق حارس المرمى. نواف لم يكن في موقف تسلل ابدا، كان بعيد في اللقطه الماضيه. وهنا الفرحه مع احتياطي الهلال، مع مدرب الفريق، مع لاول مره كما ذكرت هذا الفريق. هنا محاوله هلاليه، عبد الله الزوري والتسديد. هدف ثاني للهلال، وعبد الله الزوري يتقدم يكمل تألقه كما صنع او كان له بدايات الصناعه في الهدف الاول. هنا يكمل ما صنعه فعلا ويقدم هدف ثاني، وتأتي الانطلاقة وهدف ثاني يطمئن كثيرا التأهل للهلال، ويطمئن كثيرا الحصول على نتيجة هذه المباراة. الكرة كانت أمامية جميلة، والهدف الذي يأتي في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الثاني. تمريرة ممتازة جدا من نواف إلى عبد الله الزوري. عبد الله يضعها على يمين حارس المرمى ماميور إكراموف، لكن شوف نواف العابد بطريقة جميلة وقراءة رائعة يعطي عبد الله الزوري كرة الهدف الثاني، وهذا ما كنت أتحدث عنه.